السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف يعني ايه جداول دايناميك وايه الفرق ما بينها وما بين الجداول العاديه، وازاي هتفيدني في الاكسل بشكل اذكى وهيخلي شغلي اسرع في الاكسل. طيب، هو في فرق ما بين الجداول؟ انا سامع جداول هي مش كل الجداول في الاكسل واحد. لا، مش كل الجداول في الاكسل واحد. ممكن في الاكسل تسطر وتلون جدول عادي بطريقه عاديه، وكنا شرحنا الكلام ده قبل كده. هسيب لكم ليه رابط في وصف الفيديو وهيظهر قدامك على الشاشه. لكن مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نتعامل مع الاكسل بشكل ذكي شويه. يعني ايه برضو؟ عشان انا مش فاهم هقول لك. تعالى كده، احنا عندنا شويه معادلات، والمعادلات دي معموله على شويه الارقام اللي موجودين قدامي في النطاق ده او في الجدول ده اللي لسه احنا ما سطرناهوش. يعني تعالى كده نقف على اول معادله. المفروض المعادله دي ده اللي صم مجموع المرتبات بتاع الموظفين كلهم اللي في الشركه عندي، وده اعلى قيمه واقل قيمه والمتوسط الحسابي. طيب، انا دلوقتي لو عايز اضيف شخص جديد اتضاف عندي في الشركه، انا عندي موظف جديد فعايز اضيفه. فتعالوا كده نضيف الموظف الجديد ده. المفروض اما ادوس انتر الارقام دي تتغير. لا، ما اتغيرتش على فكره. الرقم الجديد اللي دخل جوه نطاق الجدول ده ما اتضافش عندي في المعادله. المعادله مش شغاله عليه. المعادله اللي احنا عاملينها واقفه لغايه هنا بس، واقفه لغايه رقم 7 بس، انما 8 دي ما اتضافش جوه نطاق المعادلات دي. لا، انت بتضحكي عليا، انا مش مصدق. تعالوا كده نشوف الكلام ده. لو عايز تشوف نطاق المعادله، يا اما تقف على الخليه علشان يجيلك في الفورمولا بار نطاق المعادله منين لفين، او اعمل دبل كليك هيحدد لك نطاق المعادله اللي انت شغال عليها. وفعلا زي ما قلت لكم لغايه رقم 7. طب هو دي حاجه منطقيه؟ لا طبعا. انا المفروض ان كل ما اضيف شخص جديد او كل ما اضيف صف جديد المفروض يتضاف اوتوماتيك في المعادلات بتاعتي. لا، ده مش موجود في الجداول العاديه. انت كده هتبقى محتاج تعمل جدول دايناميك. يعني ايه بقى جدول دايناميك وازاي نتعامل معاه؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. لا يا عم، انا مش هعمل جداول دايناميك ولا حاجه. انا هوسع نطاق المعادله. ايه المشكله يعني؟ همسك النطاق ده كده واوسعه. هو مش كده ينفع؟ هو ينفع. دوس انتر، خلاص كده انت وسعت النطاق. بس تخيل معايا كده، انت لو عامل 3 4 معادلات وكل ما تضيف صف جديد توسع النطاق تاني، هو ده شغل اكسل؟ اكيد لا. الاكسل موجود عشان يريحنا مش عشان يتعبنا. على فكره، انت لو جيت هنا كده حددت وقلت له انسرت، لو انت ضفت رقم وسط الارقام الاكسل هيفهم. انما مش هو ده الطبيعي. الطبيعي ان احنا بنضيف في اخر الجدول مش في وسط الجدول. هنا هنعمل الجدول ده جدول دايناميك ازاي؟ اقف في وسط الجدول واعمل كنترول ايه ده؟ ثواني، انت مش كنت بتقولي لنا كنترول ايه تحديد الكل؟ كنترول ايه تحديد الكل لو انت واقف في مكان فاضي، انما لو انت واقف في نطاق معين ضمن الاكسل وليكن هنا مثلا وعملت كنترول ايه هيحدد لك النطاق ده. طيب، انا هقف هنا واعمل كنترول ايه وبعدين هروح على قائمه انسرت واختار تيبل. هيقول لك هو ده النطاق اللي انت عايزه الجدول. اقول له اوكي. لو انت عندك اسماء للعواميد ماي تيبل هاز هيدرز هتخلي قدامها علامه صح زي ما انت، انما لو ما فيش اسماء للعواميد عندك خلاص شيل علامه الصح. انا هسيبها وهقول اوكي. كده اتضاف عندي الجدول ده بقى جدول دايناميك. طب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية. هعمل كنترول زد، حدد برضو نطاق الجدول كنترول ايه وبعدين دوس على كنترول وحرف التي، برضو هيديك نفس النافذه الصغيره دي كرييت تيبل. قول له اوكي. في طريقه تانية علشان تضيف بيها جدول دايناميك في الاكسل. حدد الجدول وبعدين من قائمه هوم هتلاقي في حاجه اسمها فورمات اس تيبل. لو فتحت فورمات اس تيبل اختار الشكل اللي انت عايزه وبعدين اوكي. يبقى انت كده ضفت جدول دايناميك. لا، انت بتضحكي عليا، ده مش جدول دايناميك، ده جدول عادي وانت بتضحكي عليه. طيب تعالوا كده نقف بعيد هنا وبعدين اقف تاني على الجدول. خلي بالك قبل ما اقف على الجدول بص فوق كده، في شريط هيظهر جديد هنا ولا لا؟ تعالوا كده نقف في وسط الجدول ده. في شريط جديد ظهر اسمه تيبل ديزاين او تيبل تولز، ايا يكن اصدار الاوفيس عندك هتلاقي الاختيار ده ساعات بيبقى اسمه متغير، يا اما تيبل ديزاين يا اما تيبل تولز. المهم اما يظهر عندك شريط باسم تيبل ديزاين او تيبل تولز اعرف ان الجدول ده جدول دايناميك مش جدول عادي. ولو فتحت الشريط ده هتلاقي حاجات جديده كده احنا اول مره نشوفها في الاكسل، ما كانتش موجوده معانا قبل كده. ايه بقى اللي هيفرق الجداول الدايناميك عن الجداول العاديه؟ طيب تعالوا نضيف صف جديد وخلي بالك من المعادلات دي هتتغير ولا لا. انا هكتب رقم 8 وبعدين هكتب اي اسم بعدين هدوس انتر. بصوا اول ما هدوس انتر ايه اللي هيحصل في المعادلات؟ المعادلات اتغيرت. المعادلات فعلا اتغيرت. برضو مش مصدق، انا حاسس كده ان انت بتضحكي علينا. تعالوا كده نعمل دبل كليك. ايه اللي حصل؟ نطاق المعادله اتغير اوتوماتيك. على فكره نطاق المعادلات كانت لغايه رقم 7 بس. انا برضو مش مصدق، مش معقول الاكسل يعمل كده. تعالى نضيف صف جديد
وخلي بالك من الارقام اتغيرت. والله الارقام اتغيرت برضو. طيب تعالوا نعمل دبل كليك، النطاق وسع. كل شويه النطاق بيوسع اوتوماتيك كل ما بتضيف صف جديد. ومش كده وبس، لا ده انت كل ما بتضيف صف جديد بيدخل ضمن الجدول الديناميك ده، الجزء ده بقى ضمن النطاق ده عندك، وكمان بياخد نفس التنسيقات وكل حاجه. طب هو ده شغال في الصفوف بس مش في الاعمده؟ لا، ممكن تضيف عمود جديد. تعالوا كده نضيف الضريبه وبعدين ندوس انتر. بصوا ايه اللي حصل. اللي حصل حس انك انت بتضيف عمود جديد فدخله ضمن نطاق الجدول عندك. طيب لو انا سبت عمود ورحت ضفت عمود جديد هنا كده وخليته مثلا الصافي، العمود الجديد ده هيدخل ضمن نطاق الجدول عندي؟ لا، ادام في عمود فاضي ما بينهم مش هيدخل ضمن النطاق ده. طب لو انا عديت صف ورحت ضفت صف جديد، هل الصف الجديد ده هيدخل ضمن الجدول برضو؟ لا، ادام في صف فاضي ما بينهم. هو واخد امر بس ان هو اي حاجه جنبه على طول سواء عمود او صف هيدخل ضمن الجدول بتاعه. طيب ازاي احل المشكله دي؟ عشان تحل المشكله دي في عندك هنا علامه صغيره تحت في الجدول بتبقى ظاهره عندك. اول ما بتقف عليها بتلاقي مؤشر الماوس بقى سهم براسين كده، دوس واسحب هتلاقي نطاق الجدول بيتحرك معاك سواء بالعرض كده او كمان بالطول كده. يبقى انت كده دخلت النطاق ده والنطاق ده ضمن الجدول عندك. طيب انا هعمل كنترول زد، انا مش عايزه النطاقات دي معايا. طيب لو ديزاين الجدول ده مش عاجبني، انا مش عاجبني اللون ده او مش عاجبني الديزاين ده، هعمل ايه؟ روح افتح تيبل ديزاين او تيبل تول اللي موجود عندك. انا عندي اصدار الاوفيس هنا 365، انت عندك 2016 19 21 هتلاقي الحاجات دي بتتغير معاك، خصوصا 2016 هتلاقي القايمه دي اسمها تيبل تولز مش تيبل ديزاين. مش هتفرق معانا، المهم ان انت عارف ان اخر قايمه دي خاصه بالجداول الديناميك. طيب افتح تيبل تولز او تيبل ديزاين، هتلاقي هنا في عندك تيبل ستايل. لو مش عاجبك الستايل اللي قدامك ده ممكن تفتح السهم ده وتختار الستايل اللي انت عايزه. هتلاقي اشكال مختلفة عندك هنا، اختار الشكل اللي انت عايزه ومش محتاج تبقى محدد الجدول، بس انك انت تبقى واقف جواه كده هيطبق عندك الشكل اللي انت اخترته. طب لو انا مش عايزه اسطره ولا لونه ولا حاجة، انا عايزه نطاق زي نطاق الاكسل كده، طبعا ده مش منطقي علشان تبقى انت عارف الجدول اللي انت شغال فيه، بس لو حابب كده افتح تاني الستايلات دي. هتلاقي في عندك ستايل هنا في الاول خالص، ده بيعمل لك الجدول اكنه اكسل عادي مش متسطر ولا حاجة. وروح على كلمة فلتر وشيل علامة الصح من الفلتر دي، هتلاقي الفلتر اختفى عنه. وخلي بالك لما بتعمل الستايل ده انت برضو الجزء ده داخل ضمن جدول ديناميك، هو برضو واخد تنسيق جداول الديناميك، وبرضو في الجزء ده وفي نطاق. ولو مشيت بعيد هتلاقي تيبل ديزاين او تيبل تولز اختفت، معنى كده ان الجدول ده برضو لسه معانا في الجداول الديناميك لكن شكله بس هو اللي متغير. خلينا نرجع شكله تاني كده علشان نبقى شايفين النطاق صح. طيب تعالوا كده نشوف برضو جزء من ذكاء الجداول الديناميك دي. لو انا وقفت هنا وقلت مثلا انا عايز الضريبة 5%، فانا المفروض همسك واحد من دول كده، او لو انا شاطر وعارف الاوتو فيل فهعمل المعادلة مرة واحدة وبعدين المعادلة هتتعمل لي اوتو فيل. تعالوا بقى نشوف في الجداول الديناميك هيبقى الموضوع ازاي. انا هعمل يساوي وبعدين المرتب في 5% وبعدين هدوس انتر وشوف ايه اللي هيحصل. اللي حصل ان هو عمل امرين في امر واحد. عمل الامر الاولاني اللي هو الضريبه بتاعت اول موظف، بعد كده عمل اوتو فيل بالظبط. هو ادى الامرين في امر واحد. ايه ده؟ طب ما انا ما كنتش عايز اوتو فيل، اعمل ايه؟ اعمل كنترول زد هيرجع لك امر، كنترول زد تاني هيرجع لك الامر التاني. هو عمل امرين في امر واحد، بدل ما انت تمسك الاوتو فيل وتنزلها لغايه اخر الجدول طلع لك الناتج وفي نفس الوقت ادى امر الاوتو فيل. دي طبعا هتوفر معايا وقت ومجهود كبير قوي. انا هعمل كنترول واي مرتين علشان اطلع الناتج تاني. طيب لو انا فتحت تيبل ديزاين او تيبل تول، في عندك هنا ناحيه الشمال خالص في القائمه دي هتلاقي تيبل نيم. تيبل نيم ده انت ممكن تسمي الجدول ده باسم معين. هو ده هيفيدني في ايه؟ لا هيفيدك كتير. انت لو في اي مكان في الاكسل سواء في الشيت ده او في شيت تاني وعايز تستدعي حاجه من الجدول ده، انت هتبقى عارف ان ده جدول المبيعات مثلا. تعالوا نختار يبقى ده اسمه المبيعات بعدين انتر كده. الجدول ده بقى اسمه جدول المبيعات. خلي بالك كده الجدول ده واخد اسم المبيعات. طيب هيفيدني في ايه اسم الجدول اللي احنا عملناه ده؟ هيسهل عليك شغل كبير جدا في الاكسل. انت عارف ان الجدول ده دلوقتي اسمه المبيعات. اي وقت هتبقى عايز تجمع حاجه فيه او تعمل عمليه حسابيه على اي حاجه فيه هتبقى عارف ان ده المبيعات. مش هتيجي تقول ده انا عايز سي معرفش ايه ودي معرفش، لا مش تبقى محتاج كده. تعالوا نضيف شيت جديد، نقف في الشيت ده ونعمل عمليه حسابيه على
على الجدول اللي عندنا. وتعالوا نشوف الاكسل هيساعدنا ازاي. انا هعمل يساوي، انا بعمل معادله دلوقتي مانيوال بايديا، يساوي وبعدين هكتب صم. اول ما بستدعي داله الصم اهي، يا اما تعمل دبل كليك عليها يا اما تدوس على التاب علشان تظهر عندك الداله وتشتغل معاك الداله وتطلب المطالب بتاعتها. نكتب بقى على طول اسم الجدول اللي هو المبيعات. اول ما بكتب المبيعات هو بيقول لي على طول وانت عايز المبيعات، فانا هقول له ايوه، دبل كليك عليه علشان ادخل اسم الجدول. وبعدين افتح قوس مربع علشان تشوف انت عايز تجمع ايه او تجمع انهي عمود في جدول المبيعات. فانا هحول لغه الكتابه انجلش طبعا، وهفتح قوس مربع كده. اول ما بتفتح القوس المربع ده بيجيب لك كل اسماء العواميد عندك في جدول المبيعات. فهو بص، انا ما رحتش ولا شفت اي حاجه، انا مش عارفه ده ايه. انا والله كنت عايزه اجمع الضريبه او عايز اجمع المرتبات اللي في جدول المبيعات. هعمل ايه؟ اعمل دبل كليك على المرتبات كده بس، خلاص. اقفل بقى القوس ده، خلي بالك زي ما فتحت الاقواس تقفلها، واقفل القوس الثاني كده. انا خلصت المعادله. تعالوا ندوس انتر. ايه اللي حصل؟ انت هتقراها هتفهم انت عامل ايه. من جدول المبيعات جمعت فيه العمود بتاع المرتبات. خلي بالك تعالى كده بعد سنه ولا سنتين ولا 3 انت مش عارف المعادله دي انت كنت عاملها فين. خلي بالك احنا في شيت تاني خالص، فوارد ان انت تبقى مش فاكر انت عامل المعادله دي على ايه او فين، او وتقعد تدور كتير. انما دلوقتي لا، انت خلاص عرفت ده انا كنت عامل المعادله دي على جدول المبيعات العمود الخاص بالمرتبات. الجدول بيبقى الاقواس العاديه، انما اسم العمود بيبقى في الاقواس اللي هي مربعه. طب معلش برضه عشان ابقى انا متاكد، هو لو انا ضفت دلوقتي اي رقم جديد هل هيتضاف عندي في المعادله اللي بعيد خالص دي؟ طبعا هيتضاف. تعالوا كده نضيف خلينا بس الاول نشوف ده 6100. تعالوا كده نضيف اي رقم جديد وبعدين انتر. طبعا هيدخل ضمن النطاق واوتوماتيك على طول الضريبه هتتحسب. دي برضو من الحاجات الجميله، انت مش محتاج تروح تعمل اوتو فيل تاني ولا حاجه، هو شغال معاك الراجل. يعني اي حاجه بتعملها بيبقى مصحصح معاك اكتر منك انت شخصيا. طيب تعالوا كده نروح على الشيت اللي احنا كنا شغالين فيه. فعلا اتضاف ال 200 جنيه اللي احنا ضفناهم وجمع فعلا على 6100 بقى 6300. طيب برضو من الحاجات الجميله لو انت عندك جدول كبير، لو وسعنا النطاق ده شويه كده اكن عندنا جدول كبير. بصوا ايه اللي حصل. حد ملاحظ حاجه؟ لاحظت فوق ان اسم العمود اتغير وبقى اسم عمود الجدول عندك. يعني المفروض ان ده A B C D E. هنا الاكسل حول اسماء العواميد اللي عنده لاسماء العواميد بتاعه الجدول عندك. طب هو ده هيفيدني في ايه؟ يا خبر، هيفيدك كتير جدا. انت تخيل كده انت بتدور على اسم موظف مثلا او بتدور على مرتب، فانت مش عارف هو ده مرتب ولا ده كانت ضريبه ولا ده كان ايه. فهنا اوتوماتيك بيجيب لك اسم العمود بدل ما تطلع وتشوف هو العمود ده كان اسمه ايه. فبرضو من الحاجات الجميله في الجداول الدايناميك ان هي اول ما بتطلع فوق كده بيجيب لك اسم عمود الجدول الخاص بالجدول بتاعك. طيب تعالوا نفتح تاني تيبل ديزاين. هتلاقي هنا في حاجه اسمها ريسايز تيبل. يعني ايه؟ يعني بتغير النطاق بتاع الجدول بتاعك. لو دوست عليه ورحت مثلا قلت انا عايز الجدول الجزء ده بس وقلت اوكي، خلاص الجزء ده بس هو اللي هيبقى الجدول عندك الدايناميك والباقي لا. طبعا لو انت عندك معادلات معموله على الجدول هتبص، فخلي بالك. هوسع نطاق الجدول تاني. برضو من الحاجات الجميله اللي موجوده في الجداول الدايناميك انك انت ممكن تشيل التكرار في الاكسل. احنا كنا شرحنا قبل كده يعني ايه ريموف دوبليكيت وازاي اشيل التكرار في الاكسل. هسيب لكم رابط في وصف الفيديو هيظهر قدامك على الشاشه دلوقتي. لكن الجداول الدايناميك بتخليك تعمل الكلام ده اوتوماتيك. فيها الاوبشن بتاع ريموف دوبليكيت. لو انت فتحت تيبل ديزاين هتلاقي في حاجه اسمها ريموف دوبليكيت، وهنا برضو مش محتاج تعمل تحديد ولا حاجه. اقف في اي حته في وسط نطاق الجدول بتاعك وبعدين قول له ريموف دوبليكيت. هيقول لك انت عايز تشيل الريموف دوبليكيت منين. عايز اشيل اسم الموظف ومرتبه. لو اسم الموظف ومرتبه متكررين شيلهم لي. فانا هقول له اوكي. هيقول لي انت كان عندك 2 دوبليكيت. فعلا كان عندي مروه وساره قبل كده بنفس المرتبات. قول له اوكي، هتلاقيه شال لك الدوبليكيت. برضو من الحاجات الجميله اللي موجوده في الجداول الدايناميك بيبقى فيها اوتوماتيك الفلتر. احنا كنا شرحنا برضو الفلتر قبل كده في الاكسل. هسيب لكم رابط في وصف الفيديو هيظهر قدامك على الشاشه. عشان مهم ان انت تعرف ازاي تتعامل مع الفلاتر في الاكسل. الجداول الدايناميك هتضيف لك فلاتر اوتوماتيك. انت لو فتحت تيبل ديزاين هتلاقي فلتر، شيل علامه الصح من الفلتر هتلاقي الفلتر اتشال عندك. شوف انت عايز تضيف الفلتر او تشيله. الفلتر ده يعني تصفيه البيانات بطريقه معينه. مهم تشوف الفيديو الخاص بالفلاتر، مهم تعرف تتعامل مع الفلاتر في الاكسل. الفلاتر من الحاجات المهمه. برضو من الحاجات الجميله اللي بتقدمها لك الجداول الدايناميك
دايناميك في الاكسل ان انت ممكن تعمل هنا صف للتوتال. يعني ايه؟ لو انت واقف في وسط الجدول وفتحت تيبل ديزاين او تيبل تولز، هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها توتال رو، حط علامه صح، هتلاقي في صف جديد ظهر تحت بعنوان توتال. لو وقفت في اي خليه في الصف ده هتلاقي فيه سهم صغير كده، افتح السهم ده وشوف الداله اللي عايز تشتغل بيها في التوتال. يعني انا هنا عايز مثلا الصم، وهنا كمان عايز صم، اوتوماتيك هتلاقيه بيعمل توتال للعمود ده. ممكن هنا نستخدم كاونت، فهنعد كام موظف عندي. الجميل بقى مش كده وبس، لا، الجميل لو انت رحت عملت فلتر، ما تنساش تتفرج على الفيديو بتاع الفلتر، وقلت له مثلا انا عايز تخفي لي البيانات دي، وتقول اوكي، التوتال هيتغير بناء على الفلتر اللي انت عملته ده. انت عملت هنا تصفيه للبيانات وعلى اساسها عمل لك توتال للبيانات دي. يعني هو مش بيعمل توتال للبيانات الموجوده الاساسيه بتاعت الجدول، لا، هو بيعمل توتال للبيانات اللي معروضه قدامك على الشاشه. ودي حاجه هتساعدك جدا، انت مش محتاج كل شويه تعمل كاونت او تعمل صم للحاجات اللي قدامك على الشاشه، لا، عملت تصفيه للبيانات وقلت اوكي، بيعمل توتال للبيانات اللي قدامك على الشاشه وملوش دعوه بالبيانات الباقيه. طب انا لو شلت الفلتر ده هتلاقي التوتال بيرجع تاني عندك وبيشتغل على البيانات الموجوده قدامك. التوتال ده شغال بداله اسمها سب توتال، هنعمل لها فيديو مخصوص ان شاء الله، هيظهر قدامك على الشاشه وهيبقى موجود في وصف الفيديو اول ما الفيديو ينزل لاهميه الداله دي. لو انت واقف في وسط الجدول وفتحت تيبل ديزاين او تيبل تولز، في عندك حاجه اسمها هيدر رو، لو شلت علامه الصح دي هيخفي لك الصف الاولاني، بس خلي بالك الصف الاولاني ده موجود وشغال في اي معادله انت بتشتغلها. يعني لو رحنا على المعادله دي هنلاقي صف المرتبات موجود زي ما هو بس مختفي، وما ينفعش تمسح الجزء ده لانك انت كده بتمسح جزء من الجدول، انت بس خافي الجزء ده، انما هو موجود معانا في الجدول. فانا هظهر تاني الهيدر رو، فيرست كولم ولاست كولم، لو حطيت علامه صح عليهم هتلاقيه بيعمل لك اظهار شويه او بولد شويه للكلام اللي موجود في اول وفي اخر عمود. لو انت حابب كده باند كولم وباند رو، لو عايز تلون صف وصف او عايز تلون عمود وعمود، كده بيعمل باندد كولم، يعني كل عمود وعمود لا هيتلون. لو انا شلت الصح دي وقلت له باندد رو هيلون صف وصف، لا، لو عملت الاثنين هيلون عمود وعمود وصف وصف زي ما انتم شايفين. هشيل علامه الصح دي، انا عايز باندد رو بس. طيب لو انا عندي مثلا الضريبه مش 5%، لا ده كانت 2%، لو انا رحت دلوقتي وعدلت ال5 دي وخليتها 2% ودوست انتر، هيتعدل اوتوماتيك كل العمود زي ما اتفقنا. هو اكنه بيعمل امرين مع بعض، بيعمل الامر اللي انت عملته ده وبياخد منه اوتو فيل ويطبقها على كل العمود. برضو دي حاجه من الحاجات اللي هتوفر عليك وقت كبير، انت بدل ما هتعدل على العمود كله، لا، هتعدل اول خليه بس، اوتوماتيك هتلاقي العمود كله اتعدل معاك. لو انت هتشتغل معادله، مثلا احنا هنعمل المرتبات ناقص الضريبه، فانا لو جيت قلت له المرتب، حددتها كده، هيقول لي المرتب اللي جوه الجدول اللي انت شغال فيه. انما لو انت شغال بره هيقول لك المرتب اللي جوه الجدول بتاع المبيعات اللي احنا سميناه ناقص مثلا ايه الضريبه، هيقول لي برضو الضريبه اللي جوه الجدول اللي انت واقف فيه، دي معناها جوه الجدول اللي انت واقف فيه. انما لو انت واقف في خليه بعيد هيقول لك جوه الجدول الخاص بالمبيعات. تعالوا نقول انتر، هيعمل صافي المرتب اوتوماتيك لكل العمود مش الخليه دي زي ما اتفقنا. والجميل برضو ان انت لو وقفت على الخليه هتلاقي بمنتهى البساطه هو كاتب لك ايه ناقص ايه. في الطبيعي كان هيكتب لك C2 ناقص D2، طبعا ما انا مش عارف ايه C2 وايه D2، انما هنا انا عارف ده انا كنت واخد المرتبات نقصت منها الضريبه. فهنا برضو بيساعدك على قرايه المعادله عندك، بحيث ان انت لو جيت بعد فتره وعايز تعرف هو انت كنت عامل ايه هنا، طب انا كنت منقص ايه من ايه، او كنت لا، هتلاقي الموضوع سهل بالنسبه لك قرايه. طيب لو بعد ما عملت الجدول مش عايز الجدول ده دايناميك، خلاص انا مش محتاجه دايناميك، انا عايزه جدول عادي، انا عايز اغير النطاق ده من جدول دايناميك لجدول عادي، اعمل ايه؟ روح على، طبعا اقف في اي حته في الجدول وروح تيبل ديزاين او تيبل تولز، هتلاقي فيه هنا عندك كونفيرت تو رينج، لو دوست عليه هيقول لك انت متاكد، هقول له يس. فكده الجدول عندك بقى جدول عادي مش جدول دايناميك. لا، انت كده بتضحكي علينا، الجدول ده بقى جدول عادي مش جدول دايناميك. هتعرف ازاي؟ لو وقفت في وسط الجدول مش هتلاقي تيبل تولز او تيبل ديزاين عندك، يبقى الجدول ده جدول عادي خالص. خلينا نعمل كنترول زد ونرجع الجدول جدول دايناميك تاني. ميزه تانيه من المميزات اللي بتديها لنا الجداول الدايناميك في الاكسل اللي هي التسلسل التلقائي. ايوه انا عارف، حد بقى يجي يقول لي ايوه انا عارف، ده انا بعمل تحديد لواحد واثنين كده وبعدين اعمل اوتو فيل او دبل كليك على الاوتو فيل فبيعمل عندي تسلسل تلقائي. طيب تمام، شاطرين، برافو عليك. لكن لو انا دلوقتي ضفت حد جديد في الجدول مش هيعمل عندي ترقيم تلقائي. ايه ده؟ هو ينفع اساسا نعمل ترقيم تلقائي؟
ممكن تعمل الكلام ده بمعادله جوه الجداول الدايناميك. خلينا نمسح الكلام ده وهقف على اول خليه A1 وبعدين هكتب المعادله دي يساوي A1 وبعدين زائد 1 وبعدين ادوس انتر. اول ما هيظهر عندك الشكل ده ما تقلقش، احنا ماشيين صح. تعالى هنا بس في اول خليه واكتب 1 وبعدين دوس انتر، هتلاقي المعادله اتطبقت معاك. تعالوا ندخل اي بيان كده جوه الجدول وندوس انتر. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان اتضاف تسلسل اوتوماتيك للبيان اللي احنا دخلناه. الاول ما كانش بيعمل كده. برده دي من الحاجات الجميله اللي موجوده في الجداول الدايناميك. طبعا طول ما انا واقف في الجدول بيظهر عندي الشريط الخاص بالجداول الدايناميك، لو انا واقف بعيد الشريط ده بيختفي. من المميزات اللي بتقدمها لنا الجداول الدايناميك ان انت ممكن تضيف سلايسر وما يبقاش فيه اي مشكله في السلايسر عندك. من شريط التنسيقات الخاص بالجدول هتلاقي فيه عندك سيرت سلايسر، وبعدين تشوف العمود اللي انت عايز تشتغل عليه وبعدين تقول اوكي. هيظهر عندك السلايسر كده. السلايسر من الحاجات المهمه جدا في الاكسل. كتير اما بنبقى شغالين على جداول عاديه وبنبقى محتاجين نضيف سلايسر ما بيرضاش يشتغل معانا وما بيرضاش يضاف سلايسر على الجداول العاديه. في الحاله دي احنا بننصح الناس انها تحول الجدول لجدول دايناميك زي كده علشان تقدر تضيف سلايسر وما يبقاش فيه اي مشكله. السلايسر من الحاجات المهمه في الاكسل. هينزل شرح السلايسر في فيديو منفصل بعد الفيديو ده على طول، ما تنساش تتفرج على الفيديو ده. الفيديو هيبقى فيه كل حاجه خاصه بالسلايسر وازاي تتعامل معاها، وبرده بتوفر عليك وقت ومجهود كبير. هي شبه الفلاتر لكن بصوره اذكى شويه. هسيب لكم رابط شرح السلايسر في وصف الفيديو وهيظهر قدامكم على الشاشه ان شاء الله. ما تنساش تتفرج عليه. كل اللينكات والفيديوهات المهمه هسيبها لكم في وصف الفيديو، ما تنساش تتفرج عليها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لحد انت عارف ان ممكن يستفيد من الفيديو. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.